السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو النهارده المحشي كرنبايه. بتجيبيها بقى الاول تكون مستويه كده وناعمه ومبططه، وتضربي عليها كده تدي ايه خبطه كده زي فيها صدى. طبعا الخضره كزبره، شبت، بقدونس. خلاص الثلاث خضرات المشكلين دول. طبعا بقى جايبين فلفل عشان لو عاوزنا نكمل. طبعا قرنين الفلفل دول تضربهم مع الصلصه الحمراء. بتفرق تفرق كتير. القرنين دول تضربيهم مع الصلصه الحمراء. وهنبتدي نعمل المحشي وهناكل ان شاء الله احلى محشي. تابعوا معانا. اوريكي بقى تقطيع للكرنبايه السياسيه. وده تضربي كده الكرنبايه فوق، تديها مقص من جوه كده من الجنب، تفضلي فيها لفه مستديره تسلك معاكي ايه. بص اهي هتروحي فوق تحيليها. شكرا. خلاص هنبتدي بقى نسلق الكرنبايه بميه وكمون عشان الكرنب فيه كبريت. بقى اعصرها وهروح معصره فيها القرنين الفلفل دول، هضربهم واقطعهم واعصرهم في الخلاط. معلقه سمنه بقى، ورميت بصلايه مفرومه كده وبحمرها، وفي نفس الوقت بسلق الكرنب. طبعا الورق الاخضر ده عشان بنحطه في القعر، والكرنب ده بيتسلق 3/4 سلقه يا جماعه عشان بيكمل سوا. دي واحده اتهرت مش مشكله، هنرميها خلاص. وبتحطي طبعا كمون فيه علشان خاطر الكرنب فيه ماده الكبريت، فالكبريت ده بيعمل انتفاخ، فاحنا بنحط فيه كمون. وبنحمر بقى ايه البصلايه اتحمرت وانا بسلق بقى الكرنب. بنزل بالطماطم لحد ما تتسبك كده، وطبعا نحط لها احلى توابل. التوابل بقى اللي هي بتاعت المحشي. الناس تقول لك انا بجيب توابل محشي، انا اوريكي التوابل اللي هتوريكي المحشي ده في حته ثانيه. نعناع جاف ما تحطوش فريش عشان ما يمررش. تمام. وهتحطي معلقه بهارات ساده، وطبعا معلقه شطه، لان الشطه اللي احنا حطيناها دي مش سبايسي. لو سبايسي مش هتحطي طبعا السكر بقى. السكر نستعمله بقى بعيد عن التوابل كده. معلقه سكر كده كمان شايفين، وقعت منها شويه سكر كمان. طيب اساسي بقى كمان ملح وفلفل اسمر، ملح وكمون. واسيب بقى الطماطم تتسبك وتنشف وانا بسلق الكرنبايه بتاعتي 3/4 سلقه، بكمل سواها بره علشان اعمل احلى محشي مصري اصيل. الخضره بتاعتنا قطعناها زي ما انتم شايفين، قطعتها كده بالسكينه بالطول، وقصلنا الفلفل بتاعنا، وهنوريكي هتقطعي العروق الكرنب ده. تمسكي بقى الكرنبايه كده من العرق ده كده. تمام. اللي الناس اللي بتديلها مثلث كده وكده، لا دي اسهل واسلس. سلسه اهي. تمام. طلعت مستقيمه اهي متساويه. ودي طبعا بتبقى حته زياده. واحده كمان كده، دي اسهل طريقه. دي طالعه مستقيمه ومتساويه، والحته الزياده اللي تحت الطرف ده بنشيلها. خلاص بقت متساويه معانا، وهنحشيها على كده. الطماطم اتسبكت، وخدت معلقتين كده بحطهم على وش المحشي بعد ما نلفه. هتفرق هتفرق. انا شطفناه ونشفناه وحطينا الخضره تمام ومع الصلصه، وبنقلب بقى ايه عشان نعمل احلى خلطه محشي. هو خطواته طويله، بس هو في الاخر يعني هو سهل بس خطواته طويله. في ناس بتحط شرايح طماطم، وفي ناس بتحط شرايح بس. طبعا كل ده بقى غالي دلوقتي، فاحنا عشان نقتصد شويه حطينا بقى ايه العروق الخضر دي ما رميناش، ونعملناها ارضيه هنحطها ونرص طبعا ونلف عليها المحشي. طبعا بقى المحشي بتاعنا سهل وسلس وسريع اهو. خلاص هنبتدي بقى ايه نرص كده والصباع ونتك عليه قوي علشان ما يفكش. البنات اللي هي لسه صغننه، والناس في ناس ما بتعرفش تعمل محشي عادي بقى. في بالنسبه للبنات الصغيرين اهو بتدي له لفه كده تمام، وبتتك عليه قوي قوي قوي، اللي حتى اللي جت الطرف دي تمام كده. انا عايزه بقى تعملي صغير كبير انت بقى وايه وحسب الفضل اللي عندك، يعني حسب الوقت ايه حسب الفضل. خلاص احنا شفنا المحشي بيتلف ازاي. معلقه الصلصه اللي احنا اخدناها من المحشي نفسي، وهنحط شويه شوربه كده عشان اعزز، مكعب شوربه عشان اعزز الطعم. طبعا بنرص بقى الفلفلات بتاعتنا تاني، هرصها كده، وبعد كده نحط الشوربه. بحط بقى الشوربانيه عليها كده علشان اسويها، وما بخليش الشوربانيه تغطيها على الاخر، عشان في خضار عندنا اللي هو الفلفل ده بينزل ميته. وهرفع على النار على درجه حراره عاليه، وبعد كده اخليها متوسطه وبعد كده بخليها هاديه لما اكون شرب المحشي شرب كل الخضار، كل شرب الشوربه بتاعته. تمام كده شايفين الشوربه بس كده ينفع قوي ينفع قوي. واروح حاطه بقى طبعا غطا زي ده كده اساسي، واغطيها وارفعها على النار. ده كان فيديو النهارده عن المحشي. مفهوش ثوابت بقى، احنا بندلقه كده بنكبه على طول، ما عدا طبعا الفلفل قدمناه مع فراخ طبعا مع الملوخيه نافشه.
والمخلل اللي ما بيتاكلش بتاع المطاعم انا نزلت لكم مخلل لفت ان شاء الله هيعجبكم. يلا لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولا تنسوا الصلاه على رسول الله. سلام عليكم.